هنخشوا عليا ازاي. انا هبتدي اتحرك من القاهره، كنت حجز طيران زي ما قلت لكم، حجزوا لي طيران من امريكي، زوجتي حجزت لي واتصلت علي على موعد الطياره. كان موعد الطياره هتطلع الساعه 1 بالليل من مطار القاهره. طبعا اتفقت مع اصحابي اللي انا كنت دايما اسهر معاهم، كانت احلى صحبه واحلى قعده، انه الطياره هتطلع من مطار القاهره الساعه 1 بالليل. تمام. وكان اخوي برضو جاي معاي، اخوي الصغير جاي يسلم علي وكده يعني. ويعني كان الموضوع صعب شوية صراحة، يعني الكلام ده من انا لي كم سنة في امريكا، 4 سنين. احاول يعني استرجع على قد ما اقدر، انا رجعت بالذاكرة ورا، بس كأنه امبارح، والله كأنه امبارح. انا طبعا قعدنا في الشقة مع بعضينا وقررنا قررت ان شاء الله الساعة كم الطيارة هتطلع، الساعة 1 بالليل. قاعدين كده، وكان صديقي عازمني الله يمسيه بالخير الحاج نور. شكرا لك يا نور على كل اللي انت عملته معي في الرحلة. الصاحب يا جماعة صراحة يعني. توكلنا على الله، جبنا عربية وسحبنا اوبر. طلبت اوبر ساعتها، كنت منزل برنامج اوبر في مصر. خدنا اوبر على المطار، وقفنا العسكري. طبعا انا مخي شارد في الرحلة هتكون والدنيا. في الاخر قلت يا عصام، انت مش اول مرة تسافر، صح السفرية دي بعيدة شوية بس عادي، المشكلة يعني. انا رحت السعودية ورحت ليبيا، صح امريكا تختلف، بس ان شاء الله هتدوس وهتعدي وهيبقى الموضوع بص ولا في الدماغ ولا يهمك. وقفنا العسكري في المطار. جوازاتكم من اللي مسافر؟ كان معايا اخوي وكان صاحبي دي نور. من اللي مسافر؟ قلت له انا مسافر. قال لي يا باشا والدنيا، انتوا عارفين طبعا هم الشرطة بالصلاة على النبي، الواحد ما ينساش الحياة دي ابدا. يا باشا مسافر ان شاء الله توفيق، ربنا يوفقك في الخليج كده ومش عارف وشوف لنا الدنيا. قلت له يا راجل دنيا مين؟ شكلك معيش يا خليل، ما تعطلناش يا بلدينا، شكل الجيبة جابي مخروق. مش هتبطل الموضوع دي يعني يعني اخر حاجه من مصر راح اشوفها قسما بالله. انا مش حابب اذكر الموضوع، بس انا نويت ان انا اقول كل حاجه صراحه يعني. المهم قلت له شوف نفسي ازاي ومش ازاي يعني. شوف شاي كده. قال لي انت رايح السعوديه ولا الامارات ولا دبي ولا؟ قلت له لا، رايح امريكا. بص علي كده والله يا جماعه بصه، قال امريكي؟ ربنا معاك يا باشا، واحنا تحت امرك في اي حاجه. على طول قلت له طب ممكن بس نتحرك بس عشان الطياره ممكن تعدي مني؟ قال لا اتفضل. وما خدش حاجه مني لما عرف ان انا رايح امريكا. قلت يا مسهل، دي بشاير 10 على 10. امريكا ليها احترامها في كل مكان صراحه يعني، دي حقيقي دوله عظمى رغم الاحداث المؤسفه اللي حاصله حاليا. بس يا جماعه الشعب غير السياسيين، وانتم شفتوا المظاهرات اللي طلعت في امريكا مع تندد بالقصف بتاع غزه. المهم مش عايزين نخرج عن موضوعنا. توكلنا على الله، وصلنا للمطار وتمام التمام. صديقي حضني وقاعد يعيط، واخوي قاعد. قلت يا جماعه خلاص ما تحزنونيش على نفسي، انا رايح فين؟ انا رايح الجبي ده، انا رايح اتوكل على الله، بلاد حلوه ان شاء الله وخير وامل وحيه حلوه يعني. اشجع نفسي. دخلت على ضابط الجوازات، ختم لي الباسبور، قال لي انت مسافر امريكا؟ قلت له ان شاء الله. شاف الفيزا وتاكد، كان حاطين لي الفيزا طبعا في الباسبور والصلاحيه بتاعتها ومش عارف ومشيكين كل حاجه وتمام. طبعا انا قعدت دلوقتي في المطار صراحه بيني وبينكم مخي سرح في كل حاجه. قعدت ابص على مصر وابص على المكان زي اللي معود يعني الاراضي المصريه كده. برضو خلي بالكم موضوع يعني مش سهل والله، يعني موضوع مش سهل انك انت تطلع كده من مكانك اللي انت تربيت فيه ونشأت فيه. صح انت رايح لطموح واحلام وبلاد جديده ومتقدمه وناس محترمه يعني، ورايح دول حلوه ودولارات يعني، كله ده في مخك طبعا اكيد يعني طالما انت مسافر دول اوروبيه او امريكي. بس برضو المكان اللي تربيت فيه ما يبقى مأثر فيك. قلت يا عز توكل على الله وما تخافش. وكلت على الله. الطياره وصلت خلاص كده، لحظات هي صعود الطائره. والله يا جماعه كانت لحظه حاسمه. قلت يا رب اكرمني في سفري وارزقني رزق خير وساعدني واتحمل الام وصعوبات الغربه. يعني اول ما تستعين استعين بالله على طول، ما تبصش حتى لو استعين بالله. زوجتي هني ومنتظراني، بس توجه كله لله عز وجل، هو الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، مفيش كلام. تمام.
ركبت الطيارة، دخلت. طبعا أول ما دخلت الطيارة ببص، طبعا متجه على ألمانيا، على هامبورغ. قعدت أبص الناس كلها طبعا أجانب حواليك، وكانت أول يعني احتكاكي بالناس دي، أو أول مشاهدتي ليهم على أرض الواقع. يعني كلنا بنشوفهم في الأفلام والمسلسلات والكلام ده، أو مثلا بيجوا مصر زيارات بنشوفهم من بعيد. قلت خلاص يا عص، انسى كل حاجة ورا ظهرك، ارميها ورا ظهرك، ابدأ صفحة جديدة، شق طريقك، ربنا يسترها معاك، وتبدأ رحلتك صح، وتتغلب على أي صعوبات أو مشاكل هتواجهها. وقلت أحاول، يعني عمال أبص من الشباك كده على مصر وجو مصر وريحة مصر الحلوة ده كله اشتياق، خلي بالكم. قلت بس خلاص أنا دلوقتي نويت على السفر، خلاص دلوقتي لازم يعني، بص أول حاجة تعملها ما تبصش وراك، بص قدامك. خلاص اللي فات فات والماضي انتهي، واللي وراك ده ما تبصش عليه، خلي هدفك قدامك، هدفك على الطريق اللي انت رايحه. صح هي صعبة، لحظات فارقة، بس بص لقدام انت هتعمل ايه والخطوات اللي هتبتدي تتحرك عليها. فانا كان تفكيري ازاي اوصل في المرحلة دي، لان برضو السفرية مش سهلة. من هامبورغ، من مصر لهامبورغ في المانيا، ومن هامبورغ لدنفر في امريكا، ومن دنفر في امريكا لايداهو، يعني كذا طيارة هركبها. قلت ربنا معي ان شاء الله واتوفق.